وبعد الخروج المفاجئ من منتخب بلجيكا من كأس العالم، قرر المدرب روبرتو مارتينيز التنحي عن تدريب المنتخب البلجيكي عقب خروجه من دور المجموعات. وقدم اللاعب نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ ومن منتخب المغرب في تصريح له أن منتخب بلاده قادر على تحقيق كأس العالم. مش أنا بس، كل العرب وراك يا مغرب، احنا كلنا بنشجعك، يا رب المغرب لكأس العالم في النهائي. وبكده المغرب لتاني مرة في تاريخها الوصول لدور الستاشر في مواجهة أسبانيا بعد 36 سنة منذ مونديال 86. خروج منتخب ألمانيا رغم فوزه الكبير 4-2 على كوستاريكا، وغادر كأس العالم من أصغر باب للمرة التانية على التوالي بعد توقف رصيده عند 4 نقط متساوي مع المنتخب الأسباني اللي خسر قدام اليابان 2-1. لكن المنتخب الأسباني تفوق بفارق الأهداف ضمن المركز التاني، في حين حسم منتخب اليابان الصدارة ب6 نقط. أعلن توماس مولر لاعب منتخب ألمانيا وهداف الجيل الحالي من اللاعبين في كأس العالم برصيد 10 أهداف اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده بعد الخروج من كأس العالم المبكر.